بامبي تجرالك حاجه ولا ايه؟ يا لهوي، انت بترفع ايدك عليا؟ عايز تضربني ولا ايه؟ يا لهوي، الحقوني يا ناس، الحقوني يا خال. لا 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 لا، وانا جيت جنبك، انت بتصلبطي ولا ايه؟ بتسلبط؟ هو انا يا ناس غلبانه مسكينه. وبعدين معاكي بقى، انا ما عنديش اعز منك. طب واللي كنت بتكلمها في التليفون؟ ما كنت بكلمها عشان مشكله الاولاد، كنا بنتناقش في مسائل علميه. بقى السهوكه اللي انا شايفاها دي بتسميها علميه وانت فاهمك انت في العلم؟ عايز تقول يعني ان انا جاهله؟ يا ستي ما اقصدش. يا بامبي ده انت حبيبتي ومراتي وام ولادي، وما عنديش اعز منك. يا ستي ادي راسك ابوسها اهي. ده قرار المؤسسة يا دكتور سامي. بعد 8 شهور دراسات ومفاوضات وتدريب، ليه ما بلغتوناش من الأول؟ اعذرونا، إذا كنتوا عايزين توكيل تصنيع أدويتنا في مصر لازم عن طريق الوكيل العام. في الحالة دي لازم تدفعوا لنا كل اللي صرفناه. ده العدل. استني يا فلورا، استني بس. يا فندم، احنا الجوابات والاتفاقات اللي بيننا وبين المؤسسة بتاعتكم بتقول انكم كنتم موافقين ان احنا ناخد التوكيل لمصر. لكن بعد البحث وجدنا إن في مشاكل قانونية مع الوكيل العام. طب كويس قوي. ايه الحل دلوقتي؟ لازم تبقوا تبع الوكيل العام. الوكيل العام؟ طيب مقر الوكيل العام ده فين؟ ليه عايز تعرف؟ ازاي بس يعني مش عايزني اعرف مقر الوكيل العام اللي هيشرف على انتاجنا ويمدنا بالخامات؟ يعني تقدر تقول عليه متجول. متجول، المهم هخاطبه فين؟ في تل أبيب. شوف يا اخويا، انا عايزاك تقص لي قصه كده تغير شكلي خالص، بس من غير ما تقزعره الهي يخليه. ايه رأي حضرتك في دي؟ يا لهوي، دي عامله زي الراجل المتقيف، حرام عليك، بقول لك ما تقزعرهوش. الله، اهي دي حلوه قوي، بس لو على اطول شويه كمان يبقى حلو. عينيا. نعمل بقى تحت حضرتك في شويه هايلايت عشان تعمل ايه يا اخويا؟ هايلايت عشان الشعر ينور من تحت. الهي ينور قلبك، مفيش مانع، اتكل على الله، دي حلوه قوي. الو. ايوه يا امنه، قولي لي الاولاد اخبارهم ايه؟ خدوا المقوي؟ والدكتوره سوسن مرت عليهم؟ ايه؟ الست بامبي وريتها الوش التاني؟ ليه؟ المهم شافت الاولاد ولا ما شافتش الاولاد؟ ما شافتهمش. طب اديني الست بامبي اكلمها. خرجت راحت فين؟ الحلاق؟ راحت تعمل رياضة؟ رياضة ايه وحلاق ايه؟ كمان ما خدتش السواق معاها، خرجت بتاكسي؟ طيب خلي بالك انت على الاولاد عقبال ما انا هاجي. مع السلامة يا عم. معقولة الكلام اللي انت بتقوليه ده يا فيفي؟ عنباية تدخل الهيلث كلاب؟ طب ازاي؟ تصوري يا ربي على اخر الزمن المنديل ابويا يدخل الهيلث كلاب. طبعا يا ستي، عايزة تلمع في عينين محسن من جديد. بالشكل دوت تبقى الحرب قامت بين عنباية والدكتورة سوسن. انت هتفضل قاعد في الأوضة دي لوحدك كده على طول؟ سيبيني دلوقتي يا بامبي، خليني اكمل قرايه، جايز الاقي حاجه تنفع العيال. واضح اني ما بقتش عاجبني.
لازم اشوف حل يرجعهولي انا عيالي المساكين، بدل كتب الطب اللي عمال يقراها دي. اكيد بيقرا ده كله عشان يقرب من اللي ما تتسمى. سامي، ارجوك يا سامي نرجع بلدنا، انا خايفه عليك. انا مش هسيبهم، هفضل وراهم لحد ما اكشفهم. دول مافيا يا سامي، ولو حطوك في دماغهم هيصفوك. يصفوني ده ايه؟ هي فوضى. هيقتلوك يا سامي، وانا ما اقدرش اعيش من غيرك. ارحمني يا سامي وارحم نفسك، علشان خاطري يا سامي سافر بلدنا، ده لو كان ليا خاطر عندك. الله يسلمك يا محسن. انا وصلت الفجر بس ما حبيتش اقلقك. اخباري؟ لا لما اشوفك بقى. انت اخبارك ايه؟ طب الحمد لله. ها هجيلك ولا تجيلي؟ طب خلاص نتقابل الظهر في الاجزخانه. ماشي، مع السلامة. يا زعتر، زعتر، ايوه يا سي محسن. تعال انا عايزك. عينيا حاضر، الزبون بس وجه على طول. عنباية بتخرج من ورا محسن. ومحسن يا حبيبتي سمه وموته ان مراته تخرج من غير اذنه. اساليني انا. كله بيضرب في كله. ايه ده؟ بتتصل بمين؟ دي الخطوه التانيه في الترتيب الشديد قوي. الو. يا محسن يا حبيبي، وحشتني موت. لا طبعا، مهما عملت مش هقدر استغنى عنك. ايه ده؟ ما انا عارفه انك مشغول، عشان كده انا لازم اكون جنبك واخفف عنك كمان مشكله ولادك. ونروح مع بعض كمان عند انكل شهاب قريبنا. انت نسيت ولا ايه؟ يا ستي انا عارف ان الدكتور شهاب قريبك، وعارف كمان انه استاذ كبير. لا انا عارف السكه لوحدي، يوم ما احب اروح بنفسي. عايزاني في موضوع تاني؟ خير. ليه ما ينفعش في التليفون؟ هتشوفيني تعملي بيا ايه؟ يا ناريمان انا في دوامه اليومين دول لمصلحتي. يعني المقابله دي ضروري؟ طيب تحبي الساعه كام؟ ماشي، مع السلامه. لا سي محسن. خلي بالك على الوكاله، انا خارج دلوقتي. راح فين؟ المنفلوطي النهارده جاي يسدد الفلوس اللي عليه. خد انت الفلوس منه، واذا لحقت توردها للبنك يبقى كويس، ما لحقتش خد يا سيدي، ادي مفتاح الخزنه اهو، ابقى حطهم فيها. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماشي. انتوا كده يا رجاله اللي تجري وراكوا تستهينوا بيها وتسترخصوها، لكن انا هثبت لك العكس يا محسن. ليكي متراهنه مع واحده صاحبتك في النادي على ازازه كازوزه ولا حاجه؟ لا، انا متراهنه على اكبر جايزه في حياتي، انت يا محسن. طيب انا هضطر استاذن، اصل عندي ميعاد مهم. محسن، ممكن توصلني في طريقك؟ انا متعمده اسيب عربيتي علشان اركب جنبك، ولا هتسيبنا نتمرمط في التاكسيات؟ ها قلت ايه؟ اتفضلي. دقيقة واحدة. رايح فين؟ اروح اسلم على صاحبي الدكتور سامي لانه لسه راجع من السفر، وبالمرة هتكلم في التليفون. مكالمة التليفون أهم؟ لازم اطمن على اولادي وعلى مراتي.
سامي، الحمد لله على السلامة. محسن ازيك يا محسن؟ ازيك انت؟ اخبارك ايه؟ والله اخباري مش تمام، ظروفي صعبة قوي يا سامي. والله ما حدش عارف مين ظروفه اصعب. في ايه طمني؟ بقول لك ايه، ممكن استعمل التليفون؟ قوي اتفضل. ايه يا محسن ما كلمتش ليه؟ سامي بقول ايه، ممكن تطلب لي فنجان قهوة؟ قوي قوي. سيد فنجان قهوه استاذ محسن بسرعه. ثواني اشوف الزبون ده ولا ايه. اتفضل. بس يا ربي، واضح انه بيتهرب مني. طيب يا محسن، اما وريتك ما بقاش انا نريمان بنت رستم باشا، مش ممكن اسال اكتر من كده. أنا متأكدة إنها عربية محسن. طيب إما وريتك يا فلاتي يا بصباص، يعني مش الدكتورة سوسن وبس. حاضر، ما أثرش فيك حتى مشكلة ولادك. طب والله لا أنا قاعدة لك في العربية. دلوقتي ضحك يا سامي؟ شغل باليه يا اخي. طب ممكن تبطل ضحك بقى وتخلينا نتصرف في الموقف اللي احنا فيه ده؟ دلوقتي انا عايز افهم، اللي جوه العربيه دي صاحبتك؟ مش بالظبط. مش بالظبط يعني ايه؟ بعدين هفهمك. واللي بره العربيه دي مراتك؟ ايوه يا سيدي. اخصى عليك يا محسن، اخصى عليك. طول عمرك راجل محترم يا اخي. المهم مطلوب مني ايه دلوقتي؟ المطلوب منك انك تطلع دلوقتي تاخد العربيه اللي بره بالست اللي فيها وتوصلها لحد بيتها. ومراتك اللي واقفه بره دي يا اخويا؟ يا سيدي هقول لها انك انت استلفت مني العربيه. معقوله يا محسن واحنا في السن ده نعمل حركات العيال دي ونكذب؟ ده حتى يبقى حرام يا اخي. سامي مفيش وقت للكلام. ممكن اي واحده فيهم تدور عليا دلوقتي وتيجي الصيدليه وتعمل لي مشكله. ست هانم استني بس، هفهمك كل حاجه. استني لازم نمشي من هنا دلوقتي حالا. لو ما وقفتش انا هصوت والم عليك الدنيا. الحكايه ان مراته شافت العربيه ولجأ لي علشان منع للمشاكل. وهيقول ايه بقى لمراته ان شاء الله؟ هيقول لها يا ستي انك صاحبتي انا واني سلفت منه العربيه. كده وانت تطلع مين بقى؟ انا الدكتور سامي صاحب الاجزخانه دي، اعز صديق لمحسن. احنا الاثنين توأم عمر. انت الدكتور سامي عبد الشهيد مش كده؟ اكيد حكى لك عني كتير. كتير قوي. بس لازم تفهمي ان انا ومحسن مالناش لا في اللعب ولا كلام فاضي. ما هو باين واضح، طبختوها وسبكتوها سوا في 5 دقايق. عموما هو هيتصل بيكي ويشرح لك كل حاجه، لكن اللي فهمته انه مهتم بيكي جدا وعايزني اوصلك لحد البيت. قبل ما توصلني بقى، ما قالكش انا مين وعرفني ازاي؟ في الحقيقه ما كانش في وقت. كل اللي كان واضح انه مهتم بيكي جدا وخايف عليكي من مراته. كويس قوي. وبما انك بقى اعز صديق له، ما تعرفش مراته؟ الحقيقه ما لحقش يكلمني عنها وما اعرفهاش، لكن سمعت عنها كتير. سمعت ايه؟ سمعت انها بنت بلد من الحي اللي فيه الوكاله، ساب بنت البشوات واتجوزها علشان يخلف. وقال لك ايه كمان عنها؟ في الحقيقه محسن تقيل حبتين، يعني ما بيحبش يتكلم كتير خصوصا عن اهل بيته، لكن فهمت يعني وسمعت منه كده انها ست غيوره وحقوده وغلويه وعماله تشده لتحت، ست كشريه. خساره، كان لازم محسن يتجوز واحده متطوره زيك. اوصلك بقى دلوقتي لو سمحتي؟ اتفضل.
بس اقف هنا. صلى خلاص. ايوه. الله، دي فيلا محسن شلقامي. انتوا في نفس الشارع بقى عشان كده يعني جيران. ده احنا جيران بالقوي لدرجة ان احنا عايشين في بيت واحد. ما انا بقى الست الجهلة البلدي الغيارة اللي جوزها شبرين الكشرة، اللي جوزها لازم يعرف عليها، ستات ألا فرانكا، الست ام منديل بقوية. عرفت بقى انا مين؟ الست اللي بتشد جوزها لتحت. افتح يا عياش. عياش، اهلا يا ست هاني. خلي السواق يدخل العربية يا عياش. حاضر يا ست هاني، من عيني.